قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة إن استطاع أن يغرسها فليغرسها. بس إيه الفايدة من زراعتها؟ خلاص الكون الهائل ده بينكمش والموقف يشيب. لكن سيدنا النبي بيقولك في الوقت ده ازرعها، ما تشغلش نفسك بمستقبلها. مطالبة بالسعي الدائم حتى في أحلك الأوقات. لما تتقطع كل الأسباب النبي بيقول لنا مالكش دعوة بالتدبير، أدي ما عليك ولا عليك. ربنا سبحانه وتعالى تعهد لنا ان المجهود اللي بنعمله هيقابله اضعاف واضعاف من الفتوحات والرزق والثواب. كل الاشياء الجميله بتاخد وقت. البذره بتاخد وقتها عشان تتحول لثمره مفيده وصالحه للاستخدام. الصبر واحترام التوقيت واليقين بان توقيت ربنا هو التوقيت المثالي لكل مرحله بيفتح لنا ابواب من التوفيق والثبات والاستمراريه والاتساق. لما يبي يعوضك ما يعطيك شخص بديل او ترغيف دوام او مبلغ من المال. الله لما يبي يعوضك يعطيك حياة كاملة، يعطيك شيء حتى في خيالك ما تخيلته، يعطيك اطمئنان يحسدك عليه الغني والمتكبر، يعطيك راحة نفسية من جمالها ودك تشرحها للناس ما تقدر تشرح. الله لما يبي يعوضك يخليك ناسي انت شنو فقدت. ضغوطات الحياة، دايرة المنطقة الراحة ان احنا بنفضل فيها سنين طويلة، وانا قعدت فيها سنين طويلة جدا، وهي كانت سبب المرض. اللي هو انا قاعد جوه حته انا اصلا مش حاسس ان انا مبسوط فيها ومش سعيد في حياتي، ويمكن بحس بملل. وانا النهارده زي امبارح زي بكره. لو اي حد فينا بيقول الجمله دي ممكن تبقى ست بيت، النهارده زي امبارح زي بكره، انا بس هعمل الاكل واعمل لكم كذا، ما تسيبوني بقى في حالي، ما مش عارف ايه الحاجات اللي احنا عارفينها دي. اعرفوا ان انتوا جوه دايره الراحه. لو انت موظف بتروح شغلك وبتصحى الصبح عشان تروح الشغل وتخلص شغل وتروح ولا اخره، وبتستنى يوم الاجازه، وكلنا للاسف معظمنا، مش هقول كلنا، معظمنا بيكون فيها وهو مش عارف، ولو عرف بيخاف يخرج منها. اللي نعرفه احسن من ما نعرفوش. انا عامل ايه؟ انا ما عنديش شغلانه تاني، اروح فين طيب؟ انا محاسب لازم اروح البنك كل يوم الصبح، انا موظف مش لا، ما عنديش خيارات، ما عنديش حلول تانيه. فالخوف هو اللي بيخلينا نقف في المنطقه دي ونقعد فيها شويه حلوين، ممكن نفضل فيها سنين لحد ما عمرنا هو اللي بيروح وصحتنا هي اللي هتروح، عشان احنا جوه الكومفورت زون وخايفين نخرج منها. مشاعر الخوف من المشاعر اللي احنا ككوتشز، انا طبعا كهيلث كوتش، ودي حاجه من اكتر التحديات اللي بتقابلنا مع الكلاين، مشاعر الخوف. ان انت تشالنج خوف، مشاعر مش سهله، مشاعر بتبقى تقيله وبتحترم. لما يجي حد يقول لك ايه يا عم انت خايف مني، سيبها على الله يا عم، ولا مش عارف لا، انت لازم تحترم المشاعر دي. العلم لا ينال براحة الجسد. عمرك ما راح تتعلم وتترقى وتصل إلى القمة براحة الجسد. لازم تتحرك وتتعب وتتحمل وتضغط على نفسك من أجل العلم. أنا باجي أكلم مريض قولون عصبي مثلا، أنا شايفة من على السطح إن هو مريض قولون عصبي. أي دكتور لو راح له مريض قولون عصبي هو برضه هيشوف اللي على السطح إن هو مريض قولون عصبي. طب لو انا بتعامل مع بني ادم اسمه هيلث كوتش، هو مش هيشوف قولون عصبي، ده اللي ظاهر للناس، لكن هو يقدر يخش ايدي يعرف هو هنا ليه على السطح قولون عصبي. هل هو ستريس؟ هل هو نوم؟ هل هو ايه؟ ليه؟ لان انا رحت للطبيب زيه زي اي طبيب، انا جايه له باعراض معينه، هيديني دواء عشان الاعراض دي وافضل ماشيه بيه طول العمر. شفت الكتاب قلت طب هو كده الدكتوره رحاب بتقفل على نفسها. لان فعلا اللي هيتبع النصايح اللي موجوده في الكتاب مش هيحتاج يروح لدكتور تغذيه. هي بتدي العلم كله، اللي هو الواحد بيروح لدكتور تغذيه عشان هو عنده العلم ده اللي هيديني النظام اللي امشي عليه. لا، تديكي العلم اللي انت بتعملي نظام لنفسك، انت هتعرفي تعملي نظام لنفسك. بالاضافه ان هو اصلا في نظام لمده 3 شهور، نظام كامل في الوجبات كلها، يعني بالاسابيع لمده 3 شهور. يعني هي النظام بتاعها انا تابعت مع الدكتوره رحاب، وهو فعلا نفس الجدول اللي هي كانت بتدوني في المتابعه. جربت العصير البنجر بالجزر كان جميل. مش دكتور بس، هي اخت وصديقه كمان يعني. السلام عليكم، بلقيس الحجاجي من اليمن. اتشرف بالدكتورة رحاب، انا بتابعها من 2 سنين. لي الشرف اني اجلس في بلادكم الحلوه دي، ربنا يحفظكم ان شاء الله في بلادكم. بقالي 2 سنين فعلا بجد غيرت حياتي. جالي السكر وظبطته بتعليماتها.
نقاط الضعف. ايه المشكله اللي عندي؟ ايه اللي ناقصني؟ لا، طب ما تبص على مناطق القوه اللي عندك اللي ربنا ميزك بيها. ميزك عن اي بني ادم في الارض بايه؟ لو انت مش عارف لازم تدور عليها ولازم تعرف ان الحاجه دي ممكن تجيب لك فلوس وتبقى انت بتستمتع وانت شغال. انت مش بتعاني وبتعافر علشان تجيب فلوس، ده انا بعمل الحاجه اللي بحبها. بصحى كل يوم الصبح عشان اعمل الحاجه اللي انا بحبها. انت بتنزلي ميه عشان منعتي نشويات بس انت مش فاهمه، فهتبقي فرحانه ورحتي منعتي نفسك واستنيتي يوم الفري، خلصتي اليوم الفري حرمك تاني، طب نزلت ال 10 كيلو، دخلتي في بلاتو، لا هناخد دواء زود الحرق، طب مش خلصتي دايت، وزنك هيرجع يزيد تاني او ممكن يزيد اكتر من الاول، صح؟ طيب السايكل اللي الناس بتخش فيها وما بتخرجش منها دي، مش في سايكل وطريق تاني يبقى مريح ويساعدك؟ اللي هو ايه الطريق ده؟ ان انا ما احرمش نفسي من حاجه، لان الممنوع موجود. ان انت تتعاملي مع جسمك وربنا سبحانه وتعالى ما خلاش الاكل علاقتك بينه وبينه تبقى علاقه بايظه وعلاقه متوتره وان دي حاجه لازم احرم نفسي منها. بس مين هيتكلم معاكي بالمايند سيت دي؟ مين هيتعامل معاكي ان هو يغير من طريقه حياتك؟ والمره الوحيده ان انا اشتغلت على نفسي كلايف ستايل، انا ما بقتش بدخن، بقيت باكل عادي جدا وما بدخنش. طول عمري بعمل دايتات، طالعه نازله طالعه نازله طالعه نازله طالعه نازله، ما يعني بص مش عايزه اقول لك معاناه مع الدايت، لحد المره الوحيده الاخيره دي اللي هو لا انا شغاله لايف ستايل. انا سنه بخس 15 كيلو عادي جدا، مفيش مشكله بالنسبه لي. كان مج 4 معالق سكر، قعدت 6 شهور عشان ما اشربش ربع معلقه سكر عادي جدا. بس انا قررت المره دي انا همشي طريق مختلف، مش نفس الطريق. ما اخترتش طريق ستيفيا رغم ستيفيا امن، بس ما اخترتش الطريق ده. انا اخترت الطريق ان انا واحده واحده، اللي هو اللي انا بتكلم فيه، اللي هو ايه؟ العادات. انا لو انا خلقت عاده واحده وخلاص بقت عاده عندي، شكرا. استاذه ولاء الشبراوي، استاذه ولاء نسقف لها يا جماعه. الف مبروك يا استاذه ولاء، نص الكتاب هديه. الف مبروك. معايا جلسه كوتشنج فور فري. اهلا بيك. هناخد اسمك تمام؟ طول ما عندنا إرادة مفيش حاجة هتوقفنا في بداية جديدة مع رحاب الشناوي.